الحمد وعليكم السلام ورحمة لله الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وما زلنا في رحاب مولانا الإمام السخاوي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. وصل بنا المطاف حتى باب الهاء، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند لفظ هو، تحديدا عند البيت 364. لنستأنف مع مولانا ما ذكره في هذا الباب، فنقول وبالله التوفيق. يقول لنا الشيخ رحمه الله: فاهبط وفاخرج وردا حقا معا في سورة الأعراف ثم اجتمعا، ولم يرد في قصة اللعين فاهبط سوى ذلك عن يقين. هذان البيتان نأخذ منهما لفظ اهبط، وهذا اللفظ ألا وهو لفظ اهبط هو لفظ يشكل مع اخرج، وذلك أتى في قصة اللعين كما ذكر مولانا في متنه، أي في قصة إبليس عليه لعنة الله. وبالنظر إلى الأبيات نرى أن الشيخ رحمه الله نص لنا على موضع اجتماع اللفظين، وهو موضع فريد، حيث أنه لم يرد في موضع آخر اجتماع اللفظين إلا هذا الموضع، فاهبط وفاخرج، في سائر القرآن. ولذلك كما قلنا أن هذا جاء في قصة إبليس إشارة، أو عرفنا ذلك من خلال إشارته رحمه الله بقوله في قصة اللعين. طيب أين جاء أو أين هو الموضع يا مولانا؟ قال في سورة الأعراف. الله عز وجل قال لنا في سورة الأعراف: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فهذا الموضع الذي كما ذكرنا في سورة الأعراف جمع بين اللفظين أو اجتمع فيه اللفظين. ونكرر وفي الإعادة الإفادة أنه موضع فريد، حيث أنه لم يأتي في أو لم يرد في سائر القرآن موضع جمع اللفظين إلا هذا الموضع الذي هو في سورة الأعراف. ثم يقول لنا الشيخ بعد ذلك: وأخرجوهم بدلا من آل جاءت في الأعراف بلا إشكال. هذا البيت نأخذ منه لفظ هم، ألا وهو الضمير، ضمير الجمع هم، يؤخذ من البيت حيث أنه يشكل بالإبدال مع لفظ آل، وذلك يكون بعد أخرجوا. وهذا أتى في آيتين من سورتي الأعراف والنمل، وذلك عرفناه من خلال
ما ذكره الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله نص لنا على الموضع الذي جاء بالضمير أخرجوهم، ليشير أو ليدلل إلى ورود اللفظ الآخر، ألا وهو آل. أخرجوا آل في الموضع الآخر، وبالبحث وجدنا أن الموضع الآخر في سورة النمل. إذن فنقول أن المقصود من قول الشيخ وأخرجوهم حتى نهاية البيت أن لفظ هم، أو أن الضمير ضمير الجمع هم، يشكل بالإبدال مع آل، فجاء في سورة الأعراف أخرجوهم بالضمير، وجاء في سورة النمل أخرجوا آل، وسنذكر كلا الموضعين. الله عز وجل يقول لنا في سورة الأعراف: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وفي سورة النمل طبعا أتى الموضع أو أتى السياق أخرجوا آل لوط. طيب، نستأنف أيضا مع الشيخ قوله في متنه، حيث يقول لنا بعد ذلك: هم كافرون قبله بالآخرة ثلاثة مثل النجوم الزاهرة قد عرفت في يوسف وهود وفصلت عرفا بلا جحود. هذان البيتان أيضا يؤخذ منهما لفظهم نفس الضمير، لكن مع اختلاف طبعا عما ذكرناه سابقا، حيث أن اللفظ هنا فيها، أو أن المراد هنا في هذين البيتين أن الضمير هم، أو أن اللفظ هم يشكل بالزيادة والنقص بعد الآخرة، بعد كلمة ماذا، أو بعد لفظ ماذا، بعد لفظ الآخرة، وقبل كافرون. فمرة أرى في موضع: وهم بالآخرة هم كافرون، ومرة أرى في موضع آخر: وهم بالآخرة كافرون بدون هم. فإن وجدنا آه فإن وجدنا الضمير أو وجدنا لفظهم في الموضع، نقول على الموضع أنه موضع زيادة، لأن الضمير موجود فيه. وإن لم نجده وإن لم نجده فنقول عليه أنه موضع حذف، حيث أن الضمير أو أن اللفظ غير موجود. ولنرى أين جاء، أو ما أو لنرى الشيخ رحمه الله نص لنا على أي الأمرين: هل نص على مواضع الزيادة، أو نص على مواضع الحذف؟ بالنظر إلى ما ذكره الشيخ نراه قال في بداية البيت: هم كافرون. إذن بالتالي نقول أن الشيخ رحمه الله نص لنا على مواضع الزيادة، حيث بنصه ذلك يشير لنا إلى ورود الحذف في سائر القرآن، خلاف المواضع التي ذكرها. طيب،
وحتى يعني يكون الأمر سهلا علينا، مواضع الحذف هو موضع واحد. مواضع الحذف يعني الموضع واحد وهو موضع فريد. آه، جاء في سورة الأعراف بدون لفظ هم، حتى يعني يكون الأمر كما قلنا، يكون الأمر سهلا. فلنتعرف على المواضع التي نص عليها الشيخ وهي مواضع الزيادة، ثم نذكر بعد ذلك الموضع الفريد أو الموضع الوحيد الذي جاء بالحذف بدون لفظهم. قال الشيخ: هم كافرون قبله بالآخرة ثلاثة. إذن فالمواضع ثلاثة، مواضع الزيادة كم موضع؟ ثلاثة. أين جاءت المواضع الثلاثة يا مولانا؟ قال: قد عرفت في يوسف. ما هو نص موضع يوسف؟ الله عز وجل يقول في سورة يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. طيب، والموضع الثاني؟ قال: وهود. ما هو نص موضع هود؟ الله عز وجل يقول لنا في سورة هود: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. طيب، هكذا موضعان. أين الموضع الثالث يا مولانا؟ قال: وفصلت. عندنا في سورة فصلت الله عز وجل يقول: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذه هي المواضع الثلاثة التي قلنا أنها مواضع زيادة، ونص عليها الشيخ من خلال ما ذكره في المتن. طيب، أين الموضع الذي قلنا أنه موضع فريد ووحيد ويعرف بموضع الحذف؟ قلنا في سورة الأعراف. طيب، ما هو نص هذا الموضع؟ الله عز وجل يقول في سورة الأعراف: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هكذا بينا المواضع التي نص عليها الشيخ، مواضع الزيادة. كذلك ذكرنا الموضع نظرا إلى أنه موضع واحد، فلا داعي لعدم ذكره، آه، لأنه موضع واحد ويعني لا يحتاج إلى إرهاق، أو ليس فيه إرهاق ولا مشقة إن ذكرناه حتى نسهل الأمر. طيب، ثم يقول لنا الشيخ بعد ذلك: بطونه في النحل بالتذكير عني به الجمع بلا نكير. طبعا هذا البيت يؤخذ منه إن قلنا هاء التنبيه، إن قلنا حرف الهاء سواء كان مكسورا أو يعني متصلا بالألف، هي أو ها. بطونه، بطونها، فهو ضمير. هذا الضمير من خلال ما ذكرنا الآن بطونه نراه يدل على المذكر. لو قلنا بطونها إذن فهو دال على المؤنث. ومن خلال ذلك القول نقول أن الضمير هي الهاء مكسورة أو الهاء مفتوحة بعدها ألف، نقول أن الضمير هنا يشكل بالتذكير والتأنيث بعد كلمة بطون. طيب،
مرة أخرى وفي الإعادة الإفادة. الضمير هنا إن كان مكسورا أو مفتوحا بعده ألف هي أو ها، ضمير يشكل بالتذكير والتأنيث بعد كلمة ماذا؟ أو بعد لفظ ماذا؟ بعد كلمة أو بعد لفظ بطون. طيب، من خلال ما ذكره الشيخ نستطيع أن نعرف أين جاء. نعم، نستطيع أن نعرف أنه قد جاء في سورة النحل بالتذكير، وذلك واضح في البيت: بطونه في النحل. إذا فجاء في النحل بأي صيغة؟ بصيغة المذكر أو بصيغة التذكير. طيب، الموضع الثاني الذي لم يذكر في البيت، أو الموضع الآخر الذي لم يذكر في البيت، جاء بلفظ أو بصيغة التأنيث: بطونها. طيب، لما لم يذكر الشيخ الموضعان؟ لما لم يذكر إلا موضع النحل؟ قال بطونه في النحل، لما لم يأتي بالموضع الآخر في سورة المؤمنون؟ نعود أو نستذكر ما كنا، يعني لنا وقت لم نشر أو لم نذكر هذا الأمر، ألا وهو آه، استغناء الشيخ رحمه الله بذكر القرين عن قرينه. استغنى بذكر سورة النحل أو موضع سورة النحل عن الموضع الثاني، وكأنه يعني يقول: طالما أن النحل جاءت بالتذكير إذن الآخر يأتي بالتأنيث. أين جاء الآخر؟ في سورة المؤمنون. فهنا استغنى الشيخ بذكر الموضع الأول ألا وهو سورة النحل، في سورة النحل يعني، استغنى به عن ذكر الموضع الثاني في سورة المؤمنون. طيب، فلنذكر الموضعان حتى يتم البيان. الله عز وجل يقول لنا في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. طيب، هذا في سورة النحل قلنا بالتذكير: نسقيكم مما في بطونه. الموضع الثاني أو الموضع الآخر الذي جاء بالتأنيث، قلنا أين جاء؟ في سورة المؤمنون. ماذا يقول الله في سورة المؤمنون؟ الله عز وجل يقول في سورة المؤمنون: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. وهكذا ذكرنا هذا وذاك. ذكرنا الموضع الذي جاء بالتذكير: بطونه، وقلنا في النحل. وذكرنا الموضع الآخر الذي لم يذكره الشيخ، وقلنا عدم ذكره ليس إهمالا له، إنما استغنى بذكر الأول عن الثاني، وقلنا أنه في سورة المؤمنون. تمام. لنستأنف مع شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء، وجزاه الله عما قدم خير الجزاء كذلك، حيث يقول لنا: وقل هو الباطل بعد دونه في الحج تصميما على يقينه. نعود إلى لفظ هو مرة أخرى، أنه تقريبا تكرر معنا للمرة الثالثة في ذلك الباب. من خلال نظرنا إلى البيت: وقل هو الباطل، اللفظ هنا لفظ هو أو الضمير هو لفظ يشكل بالزيادة
والحذف بعد كلمة دونه أو بعد لفظ دونه وقبل الباطل. يعني بشكل آخر، أنا في موضع أرى سياق الآية أو سياق الموضع ما يدعون من دونه هو الباطل، وموضع آخر أرى من دونه الباطل مباشرة. فالموضع المذكور فيه اللفظ نقول عليه موضع زيادة كما ذكرنا سابقا في الألفاظ الأخرى، والموضع الغير موجود به اللفظ نقول عنه موضع حذف. والشيخ رحمه الله من خلال ما رأينا أو ما تلونا وقرأنا في المتن، نرى الشيخ رحمه الله نص على موضع الزيادة، وذلك واضح. قوله وقل هو الباطل، إذن اللفظ موجود. أين جاء يا مولانا؟ قال في الحج. فهو نص على هذا الموضع حيث أنه موضع فريد، موضع فريد، ليشير لنا إلى ورود الحذف في سائر القرآن. طب أين جاء الحذف؟ الحذف جاء أيضا في سورة لقمان، حتى نسهل الأمر. طيب، فلنذكر الموضع الذي جاء عفوا، فلنذكر الموضع الذي جاء ونص عليه الشيخ كما قلنا، وهو الموضع الفريد الذي جاء في سورة الحج. الله عز وجل يقول لنا في سورة الحج: آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لنا في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لاحظنا هنا أن اللفظ موجود، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بالنسبة إلى موضع سورة لقمان، نرى سياق الآية. الله عز وجل يقول: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. واضحة؟ طيب، ماذا بعد يا مولانا؟ قال لنا بعد ذلك: أيديهم عنكم أتى مقدما في سورة الفتح فخذه واغنما. أيديهم عنكم، من خلال النظر إلى هذا البيت نستطيع أن نأخذ منه أو نعرف أننا نأخذ منه الضمير أيضا، ضميرهم أو لفظهم، حيث أن هذا أشكل، ألا وهو الضمير ضميرهم أو لفظهم، أشكل مع ماذا؟ أشكل مع كم، يعني الكاف بدل الهاء، الكاف بدل الهاء بعد ماذا؟ بعد لفظ أيدي. وذلك أتى في سورة الفتح، أتى في سورة الفتح. والناظر إلى السياق في سورة الفتح سيرى أن عندنا إشكال آخر، ألا وهو آه، عن أو يرى لفظا آخر ألا وهو عن، وذلك كله أتى في في آية من سورة الفتح. تعالوا بنا نتلو الآية لنرى المراد والمقصود، أو ليتضح المراد والمقصود أكثر.
الله عز وجل يقول في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. طيب الشيخ لما نص على موضع سورة الفتح، يعني المقصود هنا حتى لا يحدث خلط فنقدم أيديهم ونقول أيديكم قبل أيديكم، يعني حتى لا يحدث هناك آه، لخبطة أو ما يسمى آه، تقديم الألفاظ أو تأخيرها عن بعضها. فأيديهم كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. فأيديهم الضمير فيها يشكل مع الهاء هنا تشكل مع الكاف في أيديكم، كذلك الهاء بعد عن تشكل مع الكاف أيضا بعد عن. فالهاء هنا يعتبر في لفظين، في أيدي أو بعد أيدي وبعد عن. الهاء تشكل مع الكاف في لفظين، بعد أيدي وبعد عن، في نفس الآية. طيب، ولما أشار أو لما نص الشيخ رحمه الله على ورود أيديهم عنكم أولا، وكما قلنا في سورة الفتح، ذلك يشير لورود عفوا قلنا الشيخ رحمه الله لما نص على أي ورود أو على إتيان أيديهم هكذا، أيديهم عنكم أولا، وذلك جاء في سورة الفتح، يريد أن يخبرنا إلى أن ما جاء في القرآن بعد ذلك غير هذا الموضع في سورة الفتح، كل ما سيأتي في القرآن سيكون لفظ أيديكم مقدمة. أرجو أن تكون واضحة. مرة أخرى، هذا البيت حتى لا يقول أحد ما الذي استفدناه من البيت، نقول الشيخ هنا يريد أن يجعلنا يعني على علم وعلى دراية بأن الموضع الذي جاء فيه لفظ أيديهم أولا جاء في سورة الفتح، وخلاف هذا الموضع نرى أيديكم يأتي أولا. طيب حتى نسهل الأمر أكثر، الموضع أيديكم هذا اللفظ جاء في موضع واحد كذلك، جاء في سورة المائدة. الله عز وجل يقول في سورة المائدة: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. طيب، ختاما لهذا البيت، الشيخ يقول: فنفخنا فيه بالتذكير في سورة التحريم عن بصير. أيضا ما زلنا مع الهاء، سواء كانت مكسورة أو مفتوحة بعدها ألف، أو ما زلنا مع الضمير. هذا الضمير ضمير الهاء، ضمير هي أو هاء الذي ذكرناه منذ قليل لما كنا نتحدث عن آه، كنا نتحدث عن ماذا؟ عن بطونه في سورة النحل وفي سورة النمل، بطونه وبطونها. هنا بالنسبة إلى إشكال الضمير هذا بالتذكير والتأنيث بعد لفظ نفخنا، نفخنا فيه،
في موضع أرى نفخنا فيه، وموضع آخر نفخنا فيها. حتى لا يحدث هناك أي لبس بين الموضعين، الشيخ رحمه الله نص على موضع التذكير، وذلك واضح من خلال قوله فنفخنا فيه بالتذكير. أين جاء يا مولانا؟ قال جاء في سورة التحريم. طيب، إشارة لورود التأنيث. وطبعا إن شاء الله يعني الجميع، جميع الحاضرات معنا يعرفن أن الموضع الذي جاء بصيغة التأنيث جاء في سورة الأنبياء. ولنذكر كلا الموضعان حتى يتضح البيان. عندنا الله عز وجل يقول في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فنفخنا إيش؟ فنفخنا فيه من روحنا. هذا موضع التذكير كما قلنا في سورة التحريم. طيب، الموضع الآخر الذي جاء بصيغة التأنيث أو الذي جاء بالتأنيث قلنا جاء في الأنبياء. الله عز وجل يقول والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. وبهذا نكون بحول الله وقوته أنهينا باب الهاء، لنستأنف بإذن الله تعالى مع مولانا في اللقاء القادم، ونبتدئ بإذن الله تعالى باب الواو. مقدر الله لنا ولكن البقاء واللقاء، فنحمده عز وجل أن وفقنا إلى هذا، ونسأله أن يتقبل منا ومن كنا السعي، وأن يتقبل كذلك ما قدمنا وما نقلنا، وأن يرزقنا وإياكم ويرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.